سيبكم من اي وصفة نجرسكو جربتوها قبل كده، لان بعد ما تجربوا الطريقة دي هتعتمدوها، وهقول لكم سر مطة الجبنة الرهيبة دي. والله يا جماعة كل اللي هيدوقها من عندكم شوفوا هيقول ايه. محدش هيعملها زيكم بعد الفيديو ده، لانها والله العظيم اقوى من اي مطعم جربتها منه. لايك بقى كتير للفيديو وشير ويشرف متابعتكم. شايفين قد ايه جوس مش دراي، والنتيجة رهيبة زي ما انتم شايفين قدامكم بالشكل ده. يا ريت بقى لايك كتير للفيديو وشير كتير، ومنساش نصلي على النبي في التعليقات. يلا نشوف الطريقة والمقادير مع بعض، يلا نبدأ. في البداية معايا في طاسة على النار في العين المتوسطة على العالي، نزلت باتنين معلقة كبيرة من السمنة. عفوا معلقة كبيرة واحدة يا جماعة، بعتذر. تمام بسيبها لحد ما تسخن معايا كويس جدا، بنزل عليها بفصين توم مهروسين بالشكل ده. مجرد بس ما ريحتهم تطلع مش هسيبهم لحد ما يغمقوا معايا. في المرحلة الجاية معايا نص كيلو من صدور الدجاج، انا كنت عامل ضعف الكمية لان نص الكمية احتاجتها لوصفة تانية هنزلها معاكم ان شاء الله. انا كنت مستخدم صدور على اوراق. تمام. طبعا بسيبها كده لحد ما تتصدم معايا. في المرحلة الجاية بنزل باتنين معلقة صغيرة من مرقة الدجاج البودر، ومعلقة صغيرة من بهارات الدجاج. تمام، واتنين معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. تمام. وما بقلبش فيها اطلاقا لحد ما تغير لونها. تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبسيبها لحد ما تشرب ميه. انا طبعا لسه ما ضفتش اي ملح، لان انا يعني ضفت مرق الدجاج واوريدي فيها هي وبهارات الدجاج ملح. تمام. فبعد ما تستوي هنبدأ نختبر ونشوف لو احتاجت. بعد كده نزلت بفلفل مشكل الوان على اخضر. تمام، لو عاوزين نضيف فلفل حار عادي مفيش اي مشكلة، بس انا يعني الشطة ما ينفعش معايا خالص. كانت ناقصة شوية ملح، ظبطت الملح بتاعي بعد ما استوت طبعا. تمام. بعد كده نزلت بشوية مشروم كده، بشوحهم كده في بعض كده يا جماعة ياخدوا من طعم الدجاج، ولو مشروم فريش يكون افضل. للأسف اللي كان موجود معايا كان معلب، خدت منه قيمة نص كوباية كده. تمام، اختيار لو مش بتحبوه استغنوا عنه. شايفين الجمال وشايفين اللون ما شاء الله، وكفاية ريحتها يا جماعة. خدتها كده في الصينية بايركس كده وسبتها على جنب. بعد كده المكرونة هسلقها في عين تانية على البوتاجاز، نفس ما مكتوب على العبوة كيس مكرونة سباكيتي بوزن 400 جرام. تمام. المفروض وانا بسلق المكرونة اكون بحضر الوايت صوص او البشاميل اللي انا هعمل بيه، يعني المكرونة تتسلق كويس. تمام. باخدها على طول وهي ساخنة على البشاميل بتاعي، عشان بتفرق معاه جدا في الطعم. بعد كده مكان الدجاج اللي انا شوحته معايا 3 معالق كبار من السمنة قصادهم 5 معالق كبار من الدقيق، ببدأ كده اشوحهم كده مع بعض لحد ما ريحتهم تطلع ويعملوا معايا زي بابل كده او فقاعات بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض ده. تمام. في المرحلة الجاية هنزل بلتر ونص من الحليب. تمام، كامل الدسم، ويفضل يكون بارد عشان الخليط ما يقفش معايا، والاقي البشاميل او الوايت صوص عامل معايا اي تكتلات، وايدي فيه بالمضرب السلك على طول. تمام. في العين المتوسطة كنت في الاول على عالي، هديت النار يا جماعة. بعد كده هنبدأ نبهر اديت 2 معلقة صغيرة من مرقة الدجاج بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، واديت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. يفضل الفلفل الابيض بس للاسف ما كانش عندي متوفر، لو هنشتغل بفلفل ابيض هيبقى 2 معلقة صغيرة. تمام. وظبطت الملح بتاعي 2 معلقة صغيرة، الملح حسب الرغبة. تمام، زي ما تفضلوا يا جماعة بقدوقهم وشوفوا. بنبدأ نقلب كده، طبعا اي اثار كده مكان تشويح الفراخ بتعلم معايا على المضرب كده، ببدأ اللي انا استخلص منها، اتخلص منها يعني. وبفضل اقلب كده، انا عايز قوام الوايت صوص بتاعي زي يا جماعه السحلب بالظبط، ما بتقلوش وايدي فيه على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده بالمضرب. ولما نكون بنسلق المكرونه يا جماعه نديلها ملح بس، وميه بتغلي ما نضيفلهاش اي زيت اطلاقا. في المرحله الجايه لما نوصل للقوام ده معايا كوباية من كريمة الطهي. تمام، اختياري، ممكن نستغنى عنها عادي ونضيف قشطة مفيش اي مشكلة، وما نضيفهاش الا في الاخر يا جماعة، يعني قبل ما نرفع من على النار بنص دقيقة، عشان البشاميل بتاعي ما يعملش اي حبوب او اي فصلان كده، لان الكريمة بطبيعتها اوريدي حساسة، وما نضيفهاش في الاول. المكرونة بتاعتي بعد ما اتسلقت خدتها ساخنة عدتها على مصفى.
معايا صينية كده كبيرة 30 في 40 أو 30 في 30. تمام، يعني حجم عائلي. نزلت فيها بالمكرونة وبالخضار، وكنت برضو ضفت زيتون أخضر بس ضفته في الآخر عشان كنت نسيت. وهبدأ أنزل عليها بالوايت صوص اللي احنا عملناه مع بعض، وهنبدأ ندمج المكونات كويس جدا مع بعض. والصينية يا جماعة بخها سبراي من القاعدة، أو ممكن ندهنها مسحة سمنة أو زبدة أو زيت، مفيش أي مشكلة. طبعا بعد كده نزلت بزيتون مشكل مخلي كده اسود على اخضر، وبدأت اقلب كله على بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وبدأت احط لها جبنة موتزاريلا. طبعا يا جماعة اللي بيفرق في مطة الجبنة نوعها اولا، واللي انا بديلها لكل نص كيلو معلقتين كبار من الدقيق. بدوا معايا عرق للجبنة، وبتدي نفس المطة اللي انتوا بتشوفوها في الفيديو. دايركت دخلتها على فرن سابق التسخين مسبقا درجة حرارة 200. بتقعد معايا بالظبط قيمة تلت ساعة. بعد كده بفتح لها الشوايه، بتاخد اللون الرهيب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. ولما نسوي المكرونه نسواها يعني تشاي شويه، يعني بنسبة 80% عشان تكمل سواها في الفرن، وتبقى يعني طعمها رهيب. الشكل والجمال واضح. بألف هنا عليكم يا رب.